أسواق المغرب وشمال أفريقيا سوق الأحد في مدينة أغادير، ومنه بيتصدر الفواكه والخضروات لدول كتيرة في أفريقيا. مفيش حاجة مش موجودة فيه، كل ما تتخيله من فواكه، خضروات، محلات أكل بكل أنواعها، حتى المفروشات والمنتجات التقليدية زي الصابون والتوابل ومستحضرات التجميل. والسوق فيه كمان جامع كبير، وكمان أسعاره منافسة بالنسبة لأي مكان تاني. محلات الاكسسوارات في كل مكان، فعليا انت ممكن تقضي يوم كامل في السوق ومش تحس بأي ملل أو تزهق. حتى كمان ضمن الجولات السياحية اللي أنا لاحظتها اللي موجودة، لقيت أتوبيسات سياحية بتنزل الأجانب والزوار بينزلوا يعملوا جولة في محلات سوق الأحد في أغادير. هتشوف جمال المنتجات المغربية الأصيلة. تعالوا بينا ناخد جولة في السوق ونشوف إيه حكاية سوق الأحد في أغادير. يلا بينا. يا مساء الخير، يا مساء الفل. احنا فين النهارده؟ احنا في سوق أغادير يوم الأحد. سوق يوم الأحد من أكبر أسواق المغرب، إذا ما كانش من أكبر أسواق أفريقيا، وهو اللي بيطلع منه التصدير للغلال لأفريقيا. بتروح بقى منين؟ بتروح السنغال، بتروح الكاميرون، هنا من السوق دوت. تعالوا نعرف ايه حكاية سوق يوم الأحد من أكبر أسواق الجملة اللي موجودة في المغرب، ونشوف حكايته وتفاصيله من جوه. يلا بينا. بصوا يا جماعة، المغرب يعني زيتون. تشكيلة الزيتون تيجي المغرب لازم تاكل زيتون بشتى وكل أنواعه وأصنافه. المغربي الفخار او الطاجين المغربي من اشهر الحاجات اللي موجوده في المغرب، او الادوات المنزليه في موجود زيها عندنا في مصر دوت. الشكل التراثي التقليدي الاصلي، يعني زي الطواجن عندنا المدوره اللي هي القديمه دي، هو ده شكلها. بيتعمل طبعا بالفخار وبيتعمل بيه تسويه للحم او الحاجه اللي موجوده جوه، وبيخرج من هنا البخار. حاجه بصراحه جامده جدا. السوق المغربي حلويات الشاميه، فمعرفش بقى عاملينها بطريقه مغربي ولا ايه، فخلونا نشوف مع بعض كده ونجرب. حلو والله. جميله. الاملو او هريسه الاملو هو اللوز ده مشهور جدا في المغرب وتحديدا في اغادير. يعني انت لما تشتريه من اي منطقه تانية في المغرب غير لما تشتريه من اغادير، هنا الاساس او الاصل بتاعه. تعالوا نشوف موضوع زيت الاملو بيتظبط ازاي. ويعني مثلا بصوا، خلينا نعمل بقى ايه طبيعي كده لايف يعني. بسم الله. بصوا يا جماعه، ده اللوز اللي بيتعمل منه الاملو، وهو حاجه يعني ايه، لوز على زيت زيتون على ارجان، يعني حاجه كده جامده. بص المكنه اهي، حط كده بيطحن هنا اهوت،
وبعدين بينزل معجون بالشكل دوت. ناخد خبزه كده، ده الخبز اللي هو المغربي. تعالوا كده نقطع حته. بسم الله. لوز على عسل على مجموعه زيوت، طعمه ذكي حلو جدا. السلام عليكم. السلام. الرومان الاصفر هنا معروف في المغرب موضوع العربيات، هتلاقي طول ما انت ماشي كده عربيات رمان، جزر، قصب، ودي حاجه جميله جدا. كنت جيت من كام سنه بس كنا في كازابلانكا ولقيت نفس الموضوع. فغدير ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ صباح الفل. اسمك ايه؟ هشام. هشام، ازيك يا هشام؟ هو كده مستوي الرومان كده؟ طب قوله يا معلم. يلا. حلو والله، حلو جميل. الرمان على برتقال صح؟ حلو. الباستيلا المغربيه من اشهر الاكلات الموجوده. دي الورقه هي رقات زي الجلاش كده بالمصري يعني، بس دي بطريقه مختلفه شويه، بتبقى رقات خفيفه جدا. دي بقى الرو ماتيريال بتاعت مساء الفل. ازاي؟ انتوا هنا الورقه الباستيلا اللي هو بتتجمع عشان تعمل الباستيلا. ورقه باستيلا بس تعمل ورقه نفسها يعني. كاين ديال اللي جاز، كاين اللي كتكتب على خفيفه شفاف حاجه كده يعني، عايزه بقى مهاره عشان يفرد ويشد وفي نهايه تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركه للفيديو ومتابعه ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب.